السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ الريزو ورز الريزو والصوص بتاع الريزو اللي بناكلهم في كنتاكي. الطبق ده طعمه لذيذ جدا وطريقته سهلة وبسيطة. الطبق ده من الأطباق الأساسية اللي موجودين عند كنتاكي وكلنا بناكله وبنحبه. في الأول أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو أول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي صوص الريزو. هحتاج نص كوباية كاتشب، أحط عليها ربع كوباية خل ومعلقة كبيرة عسل نحل ومعلقة أو معلقة ونص ملح ونص معلقة فلفل أسود ورشة صغيرة كمون ومعلقتين بهارات فراخ ومعلقة بصل بودر ومعلقة توم بودر ونص معلقة زعتر. وأقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده. صوص الريزو بقى جاهز معانا. الصوص ده هنجهز بيه الفراخ والرز. معايا بقى نص كيلو صدور فراخ، هقطعهم قطع كبيرة. عايزة القطع اللي اقطعها تبقى حتت كبيرة، ما تبقاش رفيعة وطويلة. اغسل بقى الفراخ دي وانقعها في خل وليمون وملح لمدة ربع ساعة. اجيب بقى الصوص اللي احنا جهزناه واحط شوية منه على الفراخ واسيب بقى الفراخ تتبل قبلها بليلة او على الاقل 4 ساعات. اهم حاجة الملح اللي نحطه على الصوص مش يبقى كتير عشان لما نيجي ناكل الصوص نفسه مش يبقى حادق، واقدر ازود الملح على الفراخ نفسها وهي بتتبل. واغطي الفراخ واسيبها في التلاجة. تعالوا بقى نجهز الرز بتاع الريزو. اجي في حلة احط زيت او سمنة، ولما الزيت يسخن احط بصلة واشوحها. عايزة اشوحها بس مش هحمرها. بعد كده انزل عليها بشوية من صوص الريزو واقلبهم مع بعض واسيبه يسخن. حاجة بسيطة جدا مش كتير عشان الصوص مش ينشف معايا. معايا بقى هنا نص كيلو رز مصري مغسول ومتصفي. انزل بقى عليه كده في الحلة واحط المية تكون مغطية الرز بمسافة عقلة صباع مش اكتر من كده، وازود شوية بهارات كمان. احط ملح وفلفل اسود وكركم. احنا اتفقنا ان الملح اللي في الصوص مش كتير عشان الصوص مش يبقى حادق، واقدر ازود على الفراخ او على الرز وانا بعمله الملح والبهارات. واغطي الرز واسيبه على نار عالية او متوسطة لحد ما الرز يشرب المية بتاعته. بعد كده اوطي على اقل حاجة خالص عشان يكمل التسوية بتاعته. كده الرز بقى جاهز معايا واستوى. شايفين بقى الرز مستوي ازاي، مش متعجن معايا ومفلفل. ريحته مش عايزة اوصفها لكم، جميلة جدا وطعمه مختلف ومميز وفعلا يستحق ان انتوا تجربوه. تعالوا بقى نجهز الفراخ بتاعتنا بعد ما تبلناها. معايا هنا دقيق، احط عليه معلقتين كبار نشا والبهارات، نص معلقة ملح، نص فلفل اسود، نص كمون، نص بهارات فراخ، ونص بصل بودر ونص توم بودر ونص كركم، واقلبهم مع بعض.
معايا كمان بقى ده طبق فيه مية. اجيب بقى الفراخ اللي احنا تبلناها، احطها في الدقيق واغطيها كويس قوي بالدقيق، وانزل بيها في المية بسرعة وارجع تاني احطها في الدقيق، وارجع تاني اكرر الخطوة دي ونفض الفراخ كويس من الدقيق عشان الدقيق الزيادة ينزل. واكرر بقى نفس الخطوة لحد ما اخلص كمية الفراخ كلها. اهم حاجة نبطن الفراخ كويس بالدقيق ونغطيها كويس قوي وندوس عليها عشان الخلطة بتاعتها تمسك كويس في الفراخ وما تفكش وقت القلي او وقت الاكل. اجي بقى في طاسة على النار احط فيها زيت غزير، لما الزيت يسخن انزل بقى بالفراخ، احاول ان انا احطهم بعض عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض. عايزة النار تكون متوسطة عشان الفراخ تستوي. وبمجرد ما تاخد لون ذهبي اقلبها على طول على الاتجاه التاني. التتبيلة دي بتدي طعم حلو جدا للفراخ وطعمها مختلف. بس كده الفراخ اتحمرت معايا، ارفعها على طول بقى من على النار على مناديل. مش عايزين نسيب الفراخ كمان كتير على النار عشان مش تنشف وتفضل طرية من جوه. فراخ هنا بيبقى حجمها صغير فما بتاخدش وقت في التسوية ومش محتاجة نار تكون عالية قوي عشان مش تنشف. كده الفراخ بقت جاهزة معايا والاكلة بتاعتنا كلها بقت جاهزة. شايفين بقى الرز بعد ما استوى مفلفل ومش معجن ازاي، والفراخ بتاعتنا لونها ذهبي. أكلة لذيذة وطعمها مختلف. التتبيلة بتاعتها دي بتدي طعم مختلف للفراخ وطعم مختلف للرز. جربوها لأنها تستحق التجربة. شايفين بقى الفراخ والخلطة بتاعتها. جربوها بقى في البيت، بلاش تشتروها من برا. الأكلة دي برا بقى سعرها عالي ومبالغ فيه. جربوها في البيت وطريقتها سهلة وبسيطة وولادكم هيحبوها. تقدروا تتبلوا الفراخ وتحتفظوا بيها في الفريزر وتبقى جاهزة معاكم وقت الأكل على طول. ممكن كمان تجهزوها بالخلطة النهائية بتاعة الدقيق وتحتفظوا بيها في طبق في الفريزر وتبقى جاهزة معاكم على القلي على طول. ما تنسوش بقى وانتوا بتعملوها تذكروا الله وتصلوا على النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين بقى الفراخ استوت وفي نفس الوقت محتفظة بالطراوة بتاعتها وبالعصارة بتاعتها من جوه، ما نشفتش معايا ومستوية كويس، والكراست اللي بره ماسكة عليها. بألف هنا وشفا.